السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تفاصيل دوري عمان تل للمحترفين وكل ما يخص نادي الشباب وجماهيرنا الوفية هنا عبر برنامج أو شبابي، والذي يأتيكم برعاية مدرسة مكارم بركة. رباعية الصقور الشبابية تحافظ على صدارتنا في دوري عمان تل للمحترفين بعد نهاية الجولة 22. خلونا كذا نروح نشوف تقرير مباراة فنجة ونرجع بعدها معاكم. نتيجة 1-2 طبعا، ومبارك للشباب على الفوز بنصف الشوط الاول، وان شاء الله بعد الشوط الثاني بزيد ان شاء الله. وان شاء الله راح يقدم الشباب الافضل وراح نشوف النتيجة، وان شاء الله النتيجة 3-1. هذا الشباب متعود على الفوز وان شاء الله فايزين وان شاء الله الصدارة. فنجة عندها اوراق رابحة مثل سعد سهيل. اذا فنجة عندها اوراق رابحة موجود لوكاس. تعادل 2-2. والله الشباب اذا جاي الثالث ان شاء الله بيجيبوا الثالث الشباب ان شاء الله، ما راح يضيعوا البطوله ان شاء الله من ايديهم. وش رايك بالمباراه؟ المباراه جميله جدا صراحه، من الطرفين جميله جدا صراحه. مباراه كويسه جدا، مباراه اهداف كلها هدفني بصراحه، لعب مفتوح ولعب خطيره خطيره خطيره. ما عليك بيرجع شباب بيرجع. النتيجه 3-2 صح عنا ان شاء الله. الشباب الحين جاي وبيسجل التعادل، وان شاء الله الدقائق 80 بيجيب الرابع، بس النتيجه 4-3. كم تتوقع النتيجة ان شاء الله 4-3. يلعب عطية وهنا جول ورجعنا لكم مرة ثانية عبر برنامج أو شبابي. كذا حابين نوجه كل الشكر والتقدير لمؤسسة مكارم بركة لبيع المستلزمات الرياضية على دعمهم المتواصل لمجلس جماهير نادي الشباب، ولديهم مدرسة كروية لتعليم أساسيات كرة القدم. نتمنى كل التوفيق والنجاح لهم في قادم الوقت. خلونا كذا نروح مع بعض إلى إعلان مسابقة سيلفي أو شبابي. إذن وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة. هكذا هي كانت تفاصيل هذه الحلقة، ولا تنسونا شير ولايك وكومنت، وتقبلوا تحيات مخرج هذه الحلقة محمد البلوشي، ومني مقدم البرنامج عبد الرحمن العويسي. والسلام هو مسك الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.